اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه احلى متابعين في الدنيا؟ طبعا كل يوم مش عارفة نتغدى ايه. هنا بقى قلت خلاص، ما كان الوقت خلاص اتأخر، كان داخل على الساعة 7 وما كنتش لسه عملت غدا. جبت بقى علبة تونة كده وبفتحها بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا كل يوم ناكل ايه نشرب ايه، محدش اصلا بيديني ايه. ما بيقترحوش عليا يعني عامة أكلة معينة اللي أنا أعملها لكم. كل اللي أسأله اللي انتي تعمليه، مش عارف كده. هنا بقى فتحت علبة التونة. بجد الأكلة بتبقى، يعني الأكلة كانت حلوة قوي والله العظيم، ما كانتش على يعني ايه على البال ولا على النية زي ما بيقولوا. كانت بجد كانت جميلة خالص. هنا أنا بحب التونة كده، وبحب اللي أنا أضيف لها كمون وشطة، بس مش بحب اللي أنا أضيف حاجة عليها كمان. بس كده بضيف بقى الكمون والشطة، بجد كان طعمها تحفة. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتحطي اللايك يا قلب اختك انتي وهي، عشان انتوا مقصرين قوي في الفيديوهات مش عارفة ليه. وهنا بقى بضيف الكمون واحط بقى ايه رشة شطة كده، بجد بتبقى خطيرة. في برضو سلطة التونة، بس انا بحب اللي انا بحب التونة دي اكتر، يعني مش بحب السلطة يعني مش بفضلها الا لما بيكون ايه ليا مزاج اللي انا اكلها، ماليش مزاج خلاص بحب اكل التونة كده بس. هكتفي بهذا الطبق بس، مش هعمل ايه، مش هحط عليه حاجة تاني. هو كمون وشطة بس، انتي لو بتحبي الليمون ضيفي عليه ليمون مفيش مشكلة. هنا بقى هعمل حتة دين طبق جبنة، بجد اقسم بالله خطير. هنا بقى قطعت طماطماية وقرن فلفل وقرن شطة، اي نوع جبنة انتي بتحبيها وتفضليها ضيفيها. هنا كانت علبة جبنة فيتا عادي خالص، اخدت منها معلقتين كده، وقطعت بقى ايه طماطمايه زي ما قلت لكم، وقرن الشطة بقى كان سبايسي، وقرن الفلفل كان بصوا الشطة كانت مخليها طعمها في حتة تانية. هنا بقى هضيف نص عصرة ليمونة. هتقولي ليمون مع الجبنة مع الطماطم، جربي بجد بتخلي طعمها في حتة تانية. وهضيف معلقة طحينة، بصوا بقى مش عايزة اقولك على المعلقة الطحينة دي، بجد بتخلي طعمها مش في حتة تانية تالتة خالص، جامدة جدا. بصي بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي، اقسم بالله طبق جبنة لو لسه ما عملتهوش فايتك كتير جدا جدا جدا. هنا بقى ايه ضفت بقى كده ايه معلقة الطحينة، وهضيف دلوقتي عصرة الليمونة. شقلبي قلبي بقى، بصوا المكونات الجميلة دي كلها مع بعضها، بصوا تحفة. طبق جبنة ولا في الخيال، جامد جدا. بصوا بقى يا عيني على الجمال وعلى التركات والحركات. هنا بقى قطعت خيار كده، وكان عندي مرتة. طبعا المرتة دي بصوا قاعدة في كرابيزي كده، مش عارفة مفيش حد اصلا بياكلها في البيت غيري، طبعا من السمنة اللي انا كنت مسيحاها، كنت منزله لكم الفيديو قبل كده. وهنا بقى حمرت بطاطس، وهنا بقول لكم الجبنة على الطماطم على الطحينة، وهنا المرتة، وهنا بقى طبق المسقعة بقى نزلها لكم برضو، بجد كانت خطيرة، كانت سبايسي كده وكانت جامدة قوي، كانت حلوة قوي بجد. بصوا كانت بجد فظيعة. وده كان غدانا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومة بسيطة. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. بحبكم في الله يا احلى متابعين واخوات في الدنيا كلها. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي يا حبايب القلب.